الراعي الرسمي لاعتصام قانون وكرامة للي بلا كرامة هدول الجماعة. اسمعوا، احنا بدنا نسرق نقتل، شو نعمل لنطعمي عيالنا؟ انتوا لوين وصلتوا هالبلد؟ تفي عليكم وعلى شرفكم يا اولاد الكلب. وصلتوا البلد لأبشع مراحل. يعني نحن هلأ بنقول عن جد، حتى انتوا جواتكم بتقولوا الله يرحم ايام الاسد، بس في الكلاب منكم اللي عايشين برا مو حاسين باوضاع السوريين يلي عايشين بقلب سوريا، يلي من بيناتهم أهلي وأهل كتير عالم عايشين بوضع كتير مأساوي. انتوا قاعدين على الجوب سنتر عم تاخدوا معاشات وعم تاخدوا مصاري، منكم حاسين بالشعب. انتوا حاسين بس ما عم ترضوا تستسلموا او تقولوا نحن طلعنا جحاش، نحن طلعنا بجم. ما عم تقدروا تقولوها، خليها تطلع منكم، رح تطلع منكم قريبا. وهي المظاهرات صدقوني رح تتكرر، قد ما قمعتوها رح تتكرر. الأسد 54 سنة على قولكم. هلا صدقوني بعد كم شهر ما رح تضاينوا، يعني شوفوا الفترة قريبة جدا. قربت سقوط هي الحكومة الفاسقة العاهرة، وكل مين بيدافع عن هي الحكومة ساقط بلا وعاهر، أخلاق، مثله بلا مثل هي ذوق، الحكومة بلا قاتل تربية، بلا ومجرم. كرامة، شكرا أسد. بلا حشمة. ليك شوفوا حتى هن، يعني شوفوا يعني رايدين بالصرماية. هدول ما بيحكوا غير بالصرماية. هدول ولا واحد منهم جوا. لك هدول بالصرماية، هدول كلاب. ونحن مع المتظاهرين السلميين اللي أخذوا ورقة من الدولة واعتصموا و... وأمن العام حماهم.